ان من الابلكيشنز اللي بتعمل قلق، خصوصا لاي حد لسه متخرج وبيدور على شغل وحاسس ان هو عمره ما هيلاقي شغل وان الناس كلها اشتغلت اول ما بيفتح الاب ده. وانا شخصيا كنت بتوتر بصراحه اول ما اتخرجت، بس دلوقتي بقى بيس اوف كيك بالنسبه لي، وانا هنا النهارده عشان اساعدكم. النهارده هقول لكم 3 حاجات اساسيه عشان تبداوا لينكد ان بروفايل بتاعكم. اول حاجه مهمه هي الصوره، البروفايل بيكتشر، اللي انا عارفه ان كتير قوي زمان في انستجرام كنا دايما بندور ان البروفايل بيكتشر تبقى احلى حاجه، على فيسبوك، على واتساب، كل الكلام دوت احنا متعودين عليه اوريدي من الابلكيشنز التانية. بس على لينكد ان محتاجين الصوره تكون بروفيشنال اكتر، يعني نحاول الخلفيه بتاعتنا ما تكونش فيها زحمه، تكون خلفيه ساده، وشنا باين، الاضاءه بتاعتها حلوه، مش لازم نكون بنضحك او بنعمل حاجه كرييتيف، ممكن نكون باصين بس عادي. تاني حاجة مهمة جدا وبلاحظ ان الناس كتير مش بتهتم بيها وكمان مش بتكتبها هي البيوجرافي، او المكان الموجود في لينكد ان ومخصص ان احنا نتكلم فيه عن نفسنا او نقول زي سامري كده عن احنا مين. البيوجرافي مهم جدا لان محتاجين نكون يعني هو ده تقريبا اللي اي حد جاي يشوف البروفايل بتاعكم او يكونكت معاكم او حتى يوظفكم بيبص عليه وبيشوف هو انتوا اصلا مين. فمهم قوي ان البيوجرافي يكون في نبذة عن انتوا مين، what are you passionate about، ايه الشغف بتاعكم، وعايزين تعملوا ايه في المستقبل، يعني what are you aspiring to، انتوا عايزين تكونوا ايه قدام. ف3 حاجات مهمه تكون في البيوجرافي. ثالث حاجه وبالنسبه لي هي اهم حاجه، ان احنا نفهم لينكد ان ده اصلا ايه. لينكد ان مش زي اي سوشيال ميديا بلاتفورم تانية، بالعكس هو محتاج يكون مخصص جدا للحاجات اللي انتوا بتحبوها او عايزين تشتغلوا فيها. يعني ما ينفعش تقعدوا بقى تعملوا كونكت لاصحابكم ومعارفكم والناس اللي قابلتوهم في المدرسه او في الجامعه، لا، انتوا مهم جدا تكونوا مركزين على انتوا عايزين توصلوا لانهي مجال، لانهي ناس، عايزين تبقوا عاملين ازاي، وهم دول الناس اللي انتوا هتكونكت معاهم. انا مثلا فور اكزامبل بشتغل في مجال البيئه، فمهم قوي بالنسبه لي ان انا اكون بكونكت مع ناس بيشتغلوا في نفس المجال دوت، حتى لو انا صحابي اللي هم بيست فريند بحبهم جدا مش بيشتغلوا في المجال دوت، اتس اوكي ان هم ما يكونوش عندي على لينكد ان. فتالت حاجه النتورك بتاعتكم اللي انتوا هتكونوها على لينكد ان عن طريق ان انتوا تعملوا كونكت لناس. حاولوا دايما تكونوا متخصصين في ناس بيشتغلوا في الحاجه اللي انتوا عايزين تشتغلوها. لو انتوا عايزين تشتغلوا في شركه معينه حاولوا ان انتوا تركزوا على الناس اللي بتشتغل في الشركه دي. لو عايزين تشتغلوا في مجال معين ركزوا على الناس اللي بتشتغل في المجال ده، لان هي دي اكتر طريقه هتوبتمايز او هتحسن تعاملكم مع لينكد ان وهتخليه اصلا ابلكيشن مفيد ليكم، مش ابلكيشن يخليكم حاسين ان انتوا انسكيور او خايفين او ان انتوا مش لاقيين شغل. لا بالعكس، ده يخليكم دايما عايزين تبقوا احسن، عارفين معلومات احسن، بتتعلموا اكتر عن المجال بتاعكم. لو في اي حاجه اكتر عايزين تعرفوها على لينكد ان انا ما غطيتهاش في الفيديو ده، او عايزيني امسك بوينت معينه من البوينتس اللي اتكلمت عليها واتكلم عنها بتفصيل اكتر، اكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.